أنت على قدر همة الطالب يكون الطالب. هلا كثير من الناس بيقولوا على قدر همة الشيخ يكون الطلب، ما هو صحيح. خلي يكون الشيخ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان واحد بلا مؤاخذة تنبل وكسول ولا عنده همة لسحب الورد ولا للذكر ولا عنده تفكير يصير أحسن مما هو فيه، ولكن الحمد لله كويسين أحسن من غيرنا. طالما تشهد أنك أحسن من غيرك من المخلوقات لا خير فيه. متى ما عدمت نفسك ومتى ما لم ترى وجودا لذاتك بل علمت كل ما فيك هو من الله عز وجل، هنا بدأت تفهم أنك عبد لا شيء لولا الله عز وجل أن يفيض عليك ويكرمك. فإذا يا أخواننا الإنسان لابد أن يصحب همة من الهمم اللي هي يكون عنده رغبة، عنده صدق الطلب، الله سبحانه وتعالى بيعطيه. أما على قدر همة الشيخ يكون الطلب. في أعظم من رسول الله يا أخواننا؟ ما في. استفاد منه أبو جهل، استفاد منه ابن سلول، عمه أبو لهب استفاد منه، حتى أبو طالب يعني اختلف العلماء فيه، منهم من يقول استفاد في آخر لحظة والله رحمه أماته على الإيمان، ومنهم من يقول بخلاف ذلك. يعني إذا رسول الله وهو الشيخ الأكبر وشيخ الكل إذا ما صادف في قلوب الحاضرين همة واستعدادا ما بيفيدون. والعكس بالعكس صحيح. يعني أحيانا يا أخواننا قد يستفيد الإنسان من الشيطان. الله أبو هريرة الله يرضى عنه كان حارس بيت المال، ويجي رجل يسرق له إيش بيت المال، يمسكه يقول له بدي أشكيك للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول له ليش توديني وخلص آخر مرة وبتوب وبطلت وعندي أيتام ومساكين، يتركه. يجي ثاني يوم ثالث يوم، فالمرة الثالثة قال له تعالى قال لك أنصحك نصيحة، مو تاخذني لعند النبي؟ قال له إيه؟ قال له طيب بنصحك نصيحة، إذا قرأت آية الكرسي قبل النوم ما بدخل بيتك شيطان. طلع والله فكرة كويسة، تركه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول كاشفه بالوحي، قال ما فعل أتيك يا أبا هريرة؟ هذا الرجل عم بيجي قال يا رسول الله زعم أني إذا قرأت آية الكرسي فإن الشيطان لا يدخل بيتي يعني يومه وليلته. قال صدقك وهو كذوب. قال أتدري من أتيك؟ مين الشخص عم بيجيك بالليل؟ قال له رجال. قال له لا إنه الشيطان. ما كان يأتي بصورة شيطان، يأتي بصورة رجل. فطيب استفدنا منه لما استفدنا. طيب بالنسبة للدجال مين أسلم على يده؟ تميم الداري الله يرضى عنه كان نصراني، تميم مع 30 نصراني، واجتمعوا عند الدجال في قصة الحديث في مسلم، خبر الجساسة كتاب الإيمان. لوقت ما أوصلتهم هذه الدابة لأن تكلمت بالعربي، وجدوا الدابة شعرها طويل كما جاءت الرواية في مسلم والحديث صحيح وأخرجه أحمد وغيره. صاروا يتعجبوا فيها، شعر طويل ما هم بين راسه من جنبه. فقالت أتتعجبون من خلقتي؟ قالوا ودابة تتكلم؟ هذا عجيب. قالت إن ورائي من الأخبار أعجب من ذلك، دعوا امشي وراي لأدلكم على رجل خبر أعجب مني. هذا حديث في الصحيح يا أخوانا. فذهبت بهم إلى رجل مقيد عين واحدة كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارتعب. قال له شلون جيتوا لعندي؟ شلون وصلتوا لخبري؟ قال هذه الدابة دلتنا عليك. قال من أنتم؟ قالوا من جزيرة العرب. كانوا هدول من أطراف الجزيرة اللي هي على حدود متاخمين للشام تقريبا. قال هل بعث أحمد؟ أول ما سألوا على النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم. قال فرح وقال آن أوان خروجي من هذا القيد، لأنه هو مقيد وهذه الدابة مكفل بإطعامه. فسألهم عن نخل بيسان وعن بحيرة طبرية، أسئلة طويلة. رجعوا إلى صحيح مسلم في كتاب الإيمان باب الجساسي. ثم قال لهم أخبروني عن الناس، هل اتبعه الناس؟ قالوا والله بعض الناس آمن فيه حسب ما أخبرنا أن بعض القبائل آمنت وبعضهم لم يتبعه. قال الدجال خير للناس أن يطيعوا محمدا. كافر يدعي ألوهية وعبقول كلمة الحق. يقول تميم بين 30 واحد. ليش تميم استفاد منه وما استفادوا؟ لأن عنده استعداد. تميم الداري عنده استعداد. قال فدخل الإيمان في قلبي من هذه الكلمة، فلما رجعت إلى دياري
شددت الرحل إلى رسول الله فبايعته على الإسلام وأخبرته خبر الجساسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال اجمع لي الناس. فما رؤي رسول الله مستبشرا فرحا كيومه بإسلام سيدنا تميم. وهذا تميم الداري اللي كان نصراني وأسلم على يد الدجال سبق كثيرا من الصحابة، حتى لما طلعت البراكين من جبل أحد تقريبا، نوع من البراكين والحمم، وحتى كانت أن تصل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سيدنا عمر: يا تميم قم إلى النار فردها عن المدينة. مين عم يتكلم؟ سيدنا عمر. ما قال له روح اطفي هالحطبة، الحمم اللي عم تطلع من الجبل رجعها لمحمد جاد. قال: يا أمير المؤمنين من أنا حتى أفعل ذلك؟ قال تميم: عرفنا وعرفنا مقامك عند الله، وعرفنا رسول الله قدرك عنده، قوم رجع النار عن المدينة. قال: فذهب تميم يشير إلى النار، حيثما أشار بيده عادت الحمم إلى حيث صدرت، إلى أن وصل إلى فوهة البئر، فانسد بإذن الله سبحانه وتعالى وأسلم على يد مين؟ فإذا على قدر همة مين؟ همة الطالب يكون الطلب، وليس على قدر همة الشيخ. خلي الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم ما استفاد منه ابن سلول. ولذلك يا أخواننا اللي بده سير وسلوك بيكون عنده قناعة في ذلك، بده يعتبر اني فعلا في مراتب هو ما ذاقها، في مقام في الإيمان أعلى مما هو فيه، في مقام الإحسان، في مقام الشهود، في عالم أكبر من هذا العالم، وعالم الملك وحقائقه وأسراره. فإذا فتح الله عليك في عالم الملك وأسراره، فتح الله عليك بعد ذلك في عالم الملكوت وأسراره. يا أخواننا، قلنا لكم إنه عالم الملك بالنسبة لبطن المرأة كم يساوي؟ لو قلنا للجنين في بطن أمه هناك عالم أكبر من العالم اللي أنت فيه، يقول لك يعني قد بطن أمي ومرتين. الله نقول له لواحد في عالم ملكوت ولا قد الدنيا ومرتين، قد الدنيا و10 مرات. فلو قلنا له لها الطفل حتطلع إلى عالم أكبر، قال قد بطن أمي و100 مرة، إيش نقول له؟ كبير كبير كبير. قال: فإذا ما جاء إلى هذا العالم وجد فساحة الكون نسي رحم أمه، لأنه صار هباء منثورا أمام سعة الكون الذي يراه. قال: هذا العالم كل اللي شايفينه كبير إذا فتح لك في عالم الملكوت، لأن ما هو عالم الملكوت؟ كل مخلوق غيبيا غير الحق عز وجل، يدخل فيه عالم العرش والفرش، ويدخل فيه عالم الجنة والنار، ويدخل فيه عالم الملائكة والأرواح، ويدخل فيه ما غاب عنا من مخلوقات الله مما لا يحيط به الحد ولا يحده الحد إلا رب العزة سبحانه وتعالى. فعندها ترى الوجود وما حوى كبطن أمك بالنسبة لعالم الدنيا. عالم الملكوت عالم كبير جدا، وهذا العالم الكبير جدا جدا اللي جنة عرضها السماوات والأرض تكرم بدخولها في الدنيا قبل الآخرة، لأن كلام الله كلام حق. إن المتقين في جنات وعيون، إن حرف مشبه للفعل، جملة اسمية تفيد الآن، ولذلك ثبت عن الأولياء أنهم دخلوا جنة الله في الدنيا قبل الآخرة. إن المتقين في جنات وعيون، الله يدخلنا الجنة يا أخواننا في الدنيا قبل الآخرة. اليوم يا أخواننا الجنة عرضها السماوات والأرض، هي جزء من عالم الملكوت، فبقية العالم. وإذا رب سبحانه وتعالى يا إنسان فتح عليك فيما هو أعظم، هو عالم اللاهوت، وهو عالم تجلي أسماء الله وصفاته عليك، فتجد عالم الملكوت عالم مخلوق تجده كلا شيء أمام هذا العالم سبحان الله. ولذلك قال أهل الله الذين فتح عليهم بها المراتب: لو كان العرش والفرش والجنة والنار والكرسي والقلم والملائكة في قلب العارف بالله عز وجل لدخل زاوية من زوايا القلب ولا ما أحس به. ليش؟ قال: لأن القلب الذي وسع محبة الله اللي هو الخالق عدم المخلوق، لا بد له وجود. ولذلك يا أخواننا هذه العوالم تفهم بالذوق ما هو بالقول والقيل، يعني مهما حكينا بالقال والقيل، ولكن بدها سير وسلوك، بدها سير. المراد به قطع مراتب القلب،
نبعده كما ذكرنا في انه مرتبة السلوك تهذيب النفس، والقلب يحتاج الى تهذيب. نبعده عن الحسد وعن الغش وعن سوء الظن وعن الكره وعن الغرور هذه طبعا شلون بدها تبعده؟ بيجي ذكر الله طهر قلبك من هذه الامور فيحل محلها النور. ولذلك قال ابن عطاء الله: فرغ قلبك من الأغيار الظلم والذنوب والحسد وحب الدنيا والطمع وإرادة الشر للناس وما شابه ذلك، يملأه ربك بالأنوار والأسرار.